مساء الخير عليكم. اليوم راح نعملوا مع بعضنا السفنج الجزائري الأصيل، تاع وقت بكري اللي كانوا يحضروه ليه، يعني ما فيهش يعني حوايج زايدة، يعني بالسميد، سفنج تاع السميد تاع زمان، ويجي خفيف من داخل، يجي هكا ماهوش معجن. نشوفوا مع بعضنا الوصفة، إن شاء الله تعجبكم، وهذه مناسبة يعني الدخول المدرسي، نتمنى أنها تجربوها لولادكم. هنا عندنا كيلة تاع السميد يكون أرطب، ننخلوه، ومن بعد واش نديروا له مغرف كبيره تاع الخميره الخبز، ومغرفه تاع السكر، ونخلطوا مع بعضهم المواد الجافه. هنا راح نزيد الزيت 3 مغارف تاع الزيت. غلط، كنت راح نبلو، تفكرت الزيت ما زدتوش، نحطوه باه يجي يعني مليح، ونحركوا هادم المواد كامل مع بعضنا حتى نتشكل لنا واحد العجينه، ما تكونش يعني يابسه وما تكونش جاريه خلا. شوفوا كيفاه هنا نلمها ونخليها تروبوزي واحد نص ساعة هكداكا، ولا يعني نص ساعة تكفيها. نحطها في ساشي كيما هكذا ونخليها هنا. ما حطيتش الملح راح نحطه هنا باه ما ننساهش، خاطر ما نحطوش في القصعة راح ننساه. نحطه ونروح لها بعد نص ساعة، ولا يعني نكمل شغلي ونروح لها، نلقاها طلعت كيما نقولوا فخفخت كيما هكذا. نجبدها من الساشي هذاك ونبدا نعجن فيها، يعني عجين ساهل، ما يفوتش ربع ساعة. يعني هذا السفنج سريع وما يفوتلكش ربع ساعة، وتاع عجين ماهوش تاع لا ميكسور لا والو. تعجنيه نورمال كيما هكذا، يعني بطريقة سهلة. تبلي هذاك الملح وتدخلي فيه الملح هذاك، وتبداي تبلي شوية بشوية، المدافي كون مدافي. هنا نبدا نعجن بهذه الطريقة فقط. كل عجنة تستغرق لك 5 دقايق، يعني ما فيهاش، وتخلّاها وتزيدي تروحي تبلّي كيما هكذا وتزيدي تعجني. كيما نقولوا نبلّوا حتى نوصلوا للقوام اللي نخليوها فيه ترتاح. والسر إنه تخبطي العجينة تاع السفنج، لازم تتخبط كيما كانوا بكري جدودنا كيفاه يديروها، كيما هكذا يخبطوا. أنا نشوفهم يخبطوا في الخبيط، ما فهمتش يعني السر فيه، بصح هو فعلًا الخبيط يخلي الهوا يدخل في العجينة و وتطلع عندنا. كي نجيو راح نقليوها، هنا راح نزيد الماء. شوفوا هكذا كيفاه تعجن. نزيد بشوية هكذا حتى نوصل القوام اللي كيما قلت لكم عليه. هكذا نخبط، ديما نخبط هكذا، نحل ونخبط بيديا هكذا، نخبط بهذه الطريقة. هو الخبط حتى كي تخدمي سفنج بالفرينة لازم الخبط. هكذا نحلو، ما تشوفوش انه تسرع وتقولوا تطول في الوقت، بالعكس الوقت في نص ساعة حضرتم، يعني بين العجين وطيابهم نص ساعة. هنا نخليوهم يرتاحوا ونزيد نرجع نخبط هكذا، نخليوه يرتاح واحد ل5 دقايق فقط، ونرجع نزيد نخبط كيما هكذا بالطريقة هذه واحد ل5 دقايق، ونزيد كيف نخليهم يرتاحوا 5 دقايق ونزيد، هي 3 مرات هكذاكا. باه تجيك يدخل الهواء مليح وتجيك الكعبة تاعك ملاحة، يعني تجي هشوشة بالنسبة الخبيط هذا والعجن كأنه عجينة تقطعي كيما هكذا بالخبط. شوفوا كي هنا كي بداو يتشكلوا عندنا البولات هذومكا، تسمى بدا يدخل الهواء وبدات تبان فيها يعني هنا نخليهم 5 دقايق كيف ونرجع نزيد كيف نخبطهم. لازم الخبط اللي يكون عندها شي يعني حاجة ولا ستريس، ولا هذه طريقة صدقوني تنحي لكم ستريس تاعكم. ونخبط كيما هكذا فقط. شوفوا كيف هنا تشكلوا لي بول تاعنا. هنا بعد ما كيما قلنا خبطناهم، هنا نشكل نلوز لي بول تاعنا تاع السفنج. هنا نلوزهم حسب الكبر اللي تحبي انتي، تحبيهم كبار تحبيهم صغار، تلوزي حسب انتي وش حابه.
أنا عملتهم كيما تاع بكري فولة، يعني عملتهم كيما تاع ناس زمان، يعني يعملوا ما عندهمش هاذيك باهي قصة كل حبة كيفاه تجي لازم تجي قد بعضها ولا يعملوا المهم ياكلوا سفنج وخلاص. ونخليهم هكا يريبوزيو شوية مون با يعني 5 دقايق كيف، ونجي نحلهم بهذه الطريقة، نحلهم سمك ما نحلهمش ركخلة، ونبدا نقلي فيهم على زيت سخون نقص متوسط، يعني النار تكون متوسطة ما تكونش عالية، ونبدا نضرب لهم هكذا الزيت باش يطلعوا. هذه هي الطريقة تاع بكري، يعني كانوا كيما هكذا يعملوا السفنج تاعهم كيما هكذا. تحبوا تحمروا الكعبة، أنا نحبوا نحمروها. اللي يحب يحمر يحب يخليهم واحد دوغي هكذا يخليهم. هنايا حمارت كيما قلت لكم، كل واحد كيف يحب، حنا نحبوها كيما هكا محمرة بيان طايبة. ونكملوا السفنج تاعنا بهذه الطريقة، يعني كل من طيب لنا حبة نحيوها ونزيدوا الحبة الثانية كيما هكا يجيو طالعين يجيو هشوشين وبالسميد فقط، ما فيهم لا فرينة لا والو. هو حسب السميد وسي كي يعود السميد شوية ناقص لازم الفرينة. هنا ها وجدوا السفنج تاعنا وجد، هذا فال مليح ان شاء الله للولاد الدخول المدرسي. شوفوا كيفاه يجيو هنا كيفاه فارغين هكذا، ما يجوش فارغين خلا هنا يعني خلا ويجي فيهم بصح ما يجوش ملكزين ملبزين. هنا التقديم كما تحبي سكر تحبي عسل، هنا درتهم بالعسل. شوفوا كيفاه يجيو روعة، شوفوا كيفاه فارغين هنا كيفاه ويجيو يتقرمشوا في الوجداد. شوفوا كيفاه هاهم هنا السفنج تاعنا واجد. ان شاء الله يعني تعجبكم الطريقه هذه تاع ناس زمان، جربوها وما تندموش. والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله.